قرار مجلس الوزراء بتفويض الداخلية بفض الاعتصام بناء على الدستور والقانون. تمام. اتجهت الجماعة ومن هم مرابطون لها في الشارع إلى محاولة نقل مقار الاعتصامات إلى ميدان مصطفى محمود، وأيضا بالأمس كانوا أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وحصلت أعمال شغب واشتباكات بين كلا الجانبين. ما هو المغزى من ذلك؟ يعني نستطيع أن نقول أن هناك ما يسمى بثقافة الاعتصامات. الجماعة في ظل حرصها على تقديم نفسها كجماعة سلمية وكجماعة مضطهدة، هي تقدم الاعتصامات كبديل لأي إجراء آخر. نعم. حضرتك تعلم أنه مسألة الاعتصامات بتتفاوت من مكان إلى آخر. اعتصام حزب الله في بيروت ظل 8 شهور. اعتصامات المحتجين في بكين تم القضاء عليها بالدبابات. الاعتصام لدينا في مصر أخذ منحى آخر. حتى هذه اللحظة ما فيش موقف حاد من قبل الدولة تجاه الاعتصامات، الخوف من رد الفعل. نعم. الذين يعتصمون بيعتقدوا أن لديهم يعني هدف حقيقي، وأن حزبهم والتيار الإسلامي في مصر بيتعرض لأزمة وبيتعرض لاضطهاد، وأن ما تم في 30/6 هو انقلاب مش مجرد تصحيح او ما هيش ثوره جديده. هم يرون ان ما تم انقلاب، وبالتالي عليهم ان يواجهوا هذا الانقلاب بكافه السبل، فلم يصبح لديهم سبل الاعتصام. الحديث عن التضييق على اعتصام رابعه وما يتم من مناوشات ومن محاولات حاده مع اعتصام النهضه، وايضا ما تم في رابعه في احداث المنصه، بيدفع الجماعه انها تبدا تتحرك، تطور ادواتها اللوجستيه على الارض، وتطور وتبدا تنتقل من مكان الى مكان. اذا كان رابعه هو موقع يعني مكان للاشتباك الثقافي والحضاري وتقديم نموذج للاخرين عن ثقافه الاحتجاج بشكل معين للعالم، الحديث عن الانتقال الى اماكن اخرى كجامع جامع ميدان مصطفى محمود اللي اشتهر بانه هو الميدان الذي يصدر المناوئين للحكومه مرسي والاسلاميين، فاذا بهم يحتلون هذا الميدان. الشكل الاعلان عن وجود اعتصام جديد في ميدان مصطفى محمود ليه دلالاته، ان هذا الميدان الذي كان يصدر المعارضين ضد مرسي وايضا المؤيدين لمبارك نحن جئنا وقد احتللنا هذا المكان، وكانه جزء من النصر المعنوي. الانتقال لاعتصام 1000 مسكن هو انتقال هناك في ظهير شعبي، عكس منطقة رابعة عدوية اللي في مستوى الاجتماعي مختلف عن منطقة ال1000 مسكن. فهو بيحاول في الانتقال ل1000 مسكن انه يبقى قريب من المناطق الشعبية وقريب من المناطق العشوائية والبسيطة. هناك في ظهير جماهيري كبير، هذا الظهير هم يروا انه قادر على دعم هذا الظهير، وممكن يبقى بديل للرابعة اذا يعني كما قالت الدكتورة خيرية الشعب لا يثق في أي قوى سياسية. يعني هذا بالتأكيد يمثل خطرا على المسار الانتقالي وعلى العملية الديمقراطية في المستقبل القريب التي نشدها الشعب من ثورة 25 من يناير وثورة 30 من يونيو. تمام. يعني كيف ترى ذلك؟ الحديث على أن الشعب لا يثق في القوى السياسية حديث مبتصر وحديث يعني لا أوافق عليه مطلقا. إذا اختزلنا الموثوق فيهم في المؤسسة العسكرية ورأسها الفريق عبد الفتاح السيسي، إذا نحن هذه دعوة للانقلاب مرة أخرى والعودة للحكم العسكري الذي ظل لمدة 60 سنة. مصر ظلت محكومة بجنرالات منذ 52 حتى تولي الرئيس مرسي. نعم. وبالتالي ظلت مؤسسة الجيش موجودة طوال 60 سنة متصلة. هذه المؤسسة ظلت هي المؤسسة الأقوى، منها رئيس الدولة عبد الناصر، من أول محمد نجيب عبد الناصر السادات حتى حسني مبارك. نعم. منها محافظين، منها رؤساء الأحياء، منها معظم القيادات الموجودة في العديد من المنشآت المدنية. الجيش ظل مسيطرا وظل حاكما لفترة طويلة. عندما جاء الرئيس مرسي جاء رئيس المدنيين لأول مرة بعد 60 سنة من حكم العسكريين، وبالتالي الأقليات المتساندة التي كانت موجودة في ظل حكم الجنرالات، هذه الأقليات فلاحين، عمال، نقابات، قوى اجتماعيه مختلفه، عائلات، كل هذه الاقليات فجاه بقت صارت يعني وجدت نفسها في على سده الحكم، موجوده وفي ظل حاكم مدني. لم تكن تستطيع هذه الفرق جميعها ان تتعامل بنفس الحده والعنف الذي تعاملوا معه مع الرئيس مرسي المدني. نعم. في ظل الجنرالات لم يستطع احد رغم كل التحفظات، رغم كل الملاحظات على الحكم وفي ظل الازمات المتعاقبه، لم يصل احد الى سور قصر الاتحاديه، ولم يذهب احد الى التجمع الخامس لكي يتم القاء حزم البرسيم عند منزل الرئيس مرسي. اذا هناك ثمة تجاوز ضخم. هذه التجاوزات تمت
وكما قال المستشار احمد مكي وزير العدل عندما كان يطلب من مؤسسه الجيش وضع حمايه وضع حراسه حول المحاكم، كان الفريق السيسي وهو وزير دفاع مسؤول كان يقول ليست لدينا قوات. وفجأة في ظل هذه الظروف صارت لدينا قوات، وصارت هناك وصار الاقتراب من بعض المناطق هي صارت مناطق حرام. هذه المناطق الحرام التي تم التعامل مع المقتربين منها ومع المحتجين بالرصاصات الحية. نعم. لماذا لم تكن قصر الاتحادية وبداخله الرئيس مرسي مكانا حراما؟ هنا كانت المفارقة. وبالتالي الحديث حوالين اختزال مسألة الثقة في الجيش وفي الفريق عبد الفتاح السيسي. ماذا لو ذهب فريق عبد الفتاح السيسي؟ ماذا لو قرر الرجل أن يتنحى؟ ماذا لو قرر أنه كما هو يقول أنه جندي محترف وليس له علاقة بالسياسة؟ أنا أصدق الفريق السيسي وأدعوه لعدم التنازل عن ما يقول. هو يقول لن أترشح للرئاسة، وهذا الكلام منشور ومسموع، وهو يقول أنا جندي محترف. أنا أدعوه مرة أخرى. ولكن يعني كما تعلم أستاذ محمود، يعني في السياسة الأمور بين ليلة وأخرى تتغير، والآراء تتغير، وحتى عند البعض ولدى البعض المبادئ أصبحت تتغير الآن. ماذا لو قال الفريق عبد الفتاح السيسي أنه سيترشح للرئاسة؟ أقول أن هناك تجربة رئاسة الأركان في تركيا. ظل رئيس الأركان التركي هو حامي الدولة المدنية، وكان يأتي أي رئيس دولة يعني أي رئيس الدولة في تركيا ويظل رئيس الأركان هو الشخص الأقوى. إذا كان الفريق السيسي يريد أن يلعب دور كنعان إفرين أو دور رئيس الأركان التركي، يمكن القيام بهذا الدور، يمكن. لكن في ظل التطور الديمقراطي، وفي ظل ان مصر دوله ضخمه وكبيره وعظيمه، وفي ظل ان اشعارات 25 يناير كانت تنادي يسقط حكم العسكر، لسنا ضد العسكر، هم في الاخر مواطنين مصريين، لكن مساله ان تظل الدوله محكومه في اطار عسكري، وان الوساطات المدنيه يتم اهمالها ولا يتم الاحتكام الى صناديق الاقتراع ويتم تهميش النتائج. هذه المسألة أنا أقول من حق الفريق السيسي أن يترشح، لكن عليه أن يخلع البدلة العسكرية وأن يخوض الانتخابات باعتباره مدني، وينزل إلى الساحة كمستقل أو من خلال حزب سياسي. أستاذ محمود، يعني هذا يأخذنا إلى نقطة أخرى، وهي نقطة أنه هناك ضابطان للعملية الديمقراطية، وهما ضابط القوة وضابط القانون. يعني الشعب المصري بات الآن فاقدا لضابط القانون، يعني أصبح القانون فارغ المضمون بالنسبة إلى الشعب المصري حتى جراء المحاكمات على مدار ال3 أعوام الماضية. إذن الباقي هو ضابط القوة، يعني التعامل القوي، وهذا بدأ واضحا في تقديم الحل الأمني للاعتصامات والتظاهرات الموجودة في الشارع، تقديم وتفويض وزارة الداخلية في ذلك. ولكن تأثير ذلك، مدى تأثير ذلك على العملية الديمقراطية برمتها التي ينشدها المصريون أيضا؟ المفهوم الذي يجب تقديمه هو مفهوم العدالة وليس مفهوم القوة. إذا تحدثنا عن القوة، أقول أن خلال 20 سنة الأخيرة من حكم حسني مبارك كان حكما عضوضا، وهناك عمليات قتل تتم في سويداء القلب يوميا للإسلاميين الذين كانوا يعرضون الحكم ولغير الإسلاميين، وكانت هناك عمليات مصادرات ومحاكمات عسكرية. مبارك حمى نفسه وحمى سلطاته خلال 20 سنة الأخيرة ب6 محاكمات عسكرية للإخوان المسلمين، ب3000 قتيل للإسلاميين، بمصادرات، بظل الفساد مستشريا طوال فترة مبارك. الذين صاروا في 25 يناير وذهبوا لحرق الأقسام نكاية في الضباط الذين لم يحققوا العدالة، الذين ضد ما كان يتم في الأماكن المفروض فيها تنفيذ القانون. هذه الأماكن كانت مجازر وكانت مسالخ، وبالتالي المصريون الذين ذهبوا من أجل أن يقتصوا من هؤلاء هذا القصاص وهذه الحرائق التي تمت في منشآت شرطية مصرية قابلة للتكرار. الشيء الوحيد الذي ينجينا جميعا من هذا هو مفهوم العدالة. يجب أن تتحقق العدالة وأن يكون القانون هو الأساس. لكن فكرة أين هي القوة في مواجهة البلطجية؟ أين هي القوة في مواجهة البلاك بلوك؟ أين هي القوة في مواجهة اللصوص وقطاع الطرق؟ أين هي القوة في جمع الذين هربوا من السجون التي اقتحمت بمجرمين وبأعوان للمجرمين؟ الذين يتحدثون عن السجون المصرية اقتحمت بفعل قوات من الخارج. نحن نعطي قوة لأفراد ونعطي صلاحيات لأفراد هي صلاحيات غير مقبولة. الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، ولا داعي لترديد مثل هذه المقولات. إذا أرادت القوات المصرية، الشرطة المصرية، البوليس المصري، وزارة الداخلية المصرية أن تعود مرة أخرى إلى الساحة وبقوة، عليها أولا أن تحقق مفهوم العدالة.
أن تتم أن يعود الناس مرة أخرى يعتبرون أقسام الشرطة هي أماكن لأخذ الحقوق وليس لاستلابها. يجب تفريغ ويجب تفكيك وحدات البلطجية التي تعمل مع الشرطة بانتظام شديد منذ سنوات طويلة. هناك تنظيم اسمه تنظيم البلطجية، هناك وحدة في كل مديرية أمن في كل محافظة لديها كم وافر، لديها قائمة بأسماء البلطجية يتم الاستعانة بهم. وهناك وحدة اسمها وحدة المظاهرات. هذه الوحدة أيضا بها مجموعة من المدربين على الدخول في الاعتصامات السلمية والمظاهرات وإفشالها. هذه الوحدتين، وأنا أقول أن وحدة البلطجية عملت وبعناية وبقوة في حادث المنصة. معظم الذين قتلوا في احداث المنصه الاخيره ورغم تحفظي على هذا التحرك من قبل جماعه الاخوان، وارى ان هذا التحرك غير رشيد، وانا مساله الاستمرار في دخول في معارك غير متكافئه مع السلطه الحاليه يضع الاخوان وضع الحريه والعداله وضع الاسلاميين في خانه غير جيده. الاسلاميون اقوى بالسلميه واقوى. اي ماده يمكن ان تؤثر بالايجاب او بالسلب هذه التحركات الدوليه، سواء من قبل الاداره الامريكيه وحلفائها او من قبل القطب الدب الروسي، وايضا التحركات من قبل انقره وقطر وبعض الدول الداعمه لجماعه الاخوان المسلمين؟ أقول أن أولا الموقف الأمريكي هو موقف برجماتي. الأمريكيون يلعبون مع الأقوى ومع من يستطيع أن يحقق مصالحهم في المنطقة. من يستطيع أن يقيم علاقات جيدة بإسرائيل أو يضمن أمن إسرائيل هو الشريك الذي يمكن للأمريكان أن يقفوا معه. إذا كان الإخوان المسلمين أو حكومة حرس بالحرية والعدالة قد نجح خلال الفترة الماضية فأن يحقق توازن استراتيجي مع إسرائيل، وأن يدفع حماس لعدم الخروج عن قاعدة اللعب وعدم إطلاق الصواريخ وما إلى ذلك. وبالتالي هناك كان سمت بعض الرضا عن هذا الأداء نتيجة تحقق الأمن الإسرائيلي. النقطة الثانية، أنا ألفت النظر إلى تجربة أربكان في عام 97 في تركيا، ونحن نتحدث والإسلاميون يتحدثون عن تركيا باعتبارها المثل والنموذج. أربكان محمد مرسي هو أشبه إلى حد كبير بنجم الدين أربكان. أتى أربكان واصطدم بسرعة مع المؤسسة العسكرية وحاول فرض النموذج الإسلامي بشكل سريع ومتسارع، وبالتالي حدث الصدام مع المؤسسة العسكرية وتم إقصاؤه، بل دخل أربكان السجن. بعد 5 سنوات جاء أردوغان على رأس حزب جديد، حزب التنمية والعدالة، ونجح الحزب في تحقيق أغلبية داخل البرلمان التركي، وحكم أردوغان وحكم الإسلاميون تركيا حتى هذه اللحظة. أردوغان حتى هذه اللحظة يضع صورة أتاتورك فوق رأسه وفي المكاتب الحكومية والرسمية، رغم أن أتاتورك هو الذي أزال دولة الخلافة سنة 23 وتم التعامل معه لأنه ملحد وأنه منكر للشريعة والإسلام وما إلى ذلك. ولكن كان أردوغان، فأنا أتصور أن ال5 سنوات القادمة أو الفترة الزمنية القادمة هي فترة ما بعد أربكان في تركيا، وهي فترة ما بعد محمد مرسي في مصر. هذه المرحلة سوف تصبح مرحلة انتقالية إلى أن يأتي إسلاميون جدد، أو أن تأتي تجربة إسلامية جديدة، أو أن يأتي مماثل لأردوغان في ولكن مصر. هذا ليس بالضرورة أستاذ محمود، يعني فمصر ليست تركيا وليس العكس أيضا. هناك خلافات في النسيج المجتمعي لكلا البلدين، هي اختلافات واضحة وجلية، ولكن كما قلت لك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر بالإيجاب أو بالسلب هذه المواقف الدولية، سواء الداعمة أو الرافضة لما حدث في 30 من يونيو، على مجريات العملية السياسية، وأيضا يعني بطريقة أخرى هذه الرهانات على مواقف الدول من قبل القوى السياسية في مصر ومن قبل المؤسسات المصرية والحكومة المصرية. كيف تراها تؤثر على مستقبل العملية السياسية؟ أنا لا أتخيل أن يعني أن الرهانات الخارجية سوف تؤثر كثيرا على المجتمع المصري من الداخل. أرى أن الحالة المصرية من الداخل هي المؤثر الرئيسي. يعني في ظل إذا تحدثنا عن دعم قادم من الخليج لحكومة الببلاوي 12 مليار دولار، وفي الحديث نفسه الأرقام الرسمية تقول أن مصر خسرت خلال هذا الشهر 17 مليار دولار، أي أننا خسرنا من حسابات المصرفية المصرية 5 مليارات دولار. يعني أي دعم مالي لن يفك الأزمة المصرية الحالية. وبالتالي ما نتحدث عنهم من دول أخرى، الوزن السياسي لكثير من الدول المحيطة بنا خصوصا الدول العربية وزن قليل وضعيف. الدول الأخرى
مصر ظلت دائرة في الفلك الروسي لفترة زمنية طويلة، وبالتالي عودة الروس إلى مصر هي محاولة لإيجاد بديل لسوريا التي تقع الآن في أتون الحرب الأهلية. وبالتالي عودة بوتين إلينا أو محاولة إعادة أن يكون البديل للأمريكان هي محاولة لأن يكون روسيا دولة ضخمة وكبرى في الإدارة الأمريكية. يعني نكاتة في الإدارة الأمريكية. قد تستطيع هذه الحكومة بشكل برجماتي أن تستفيد من هذا الصراع الروسي الأمريكي البارد، وأن نستفيد من هذا وقد لا نستطيع. وبالتالي أنا أرى أن حالة العراك الداخلي وحالة الاحتدام الداخلي وحالة الفوران الداخلي هي الوحيدة القادرة على إعادة فك وتركيب الحالة المصرية. أقول أن الإسلاميون مرشحون للعودة مرة أخرى، ولكن هذا الجيل الذي يحكم من الإسلاميين عليه أن يعتزل بمحض إرادته. هذا الجيل جيل مكتب الإرشاد عليهم الاعتزال، لا أدعوهم للانتحار لكن أدعوهم للاعتزال. جميل. لابد من جيل جديد من الإسلاميين، لا شأن الجيل الذي دخل السجن، الجيل الذي اعتقل، الجيل الذي تعرض للتعذيب، هذا الجيل الذي لديه مرارات ضخمة وكبيرة. هذا الجيل عليه أن يتنحى، هذا الجيل عليه أن يكتب مذكراته. وعلى الجيل الجديد بين الإسلاميين والجيل الجديد بين الليبراليين أيضا أن يتقدم وأن يمارس دور حقيقي. لعلك ترى أن الآن حملة الهجوم على البرادعي، الدكتور البرادعي أيقونة الثورة والرجل الذي أزاره الإخوان المسلمون وجمع له توقيعات، وهو الذي قال إذا نزل مليون شخص إلى الشارع فإن النظام مبارك سوف يذهب. الآن البرادعي يتم الهجوم عليه وفق خطة محددة وخطة منظمة. الرجل عندما يقول، وهو ليبرالي حقيقي أيا كانت ملاحظاتنا عليه، تمام، عندما يقول أنه ضد فض الاعتصامات بالقوة، نجد الآخرين والبعض مرتبطين بأجهزة أمنية والذين يتقول مع تعليماتهم من أجهزة أمنية والذين يتقاضون مبالغ مالية طائلة يدعون في الشاشات وفي الفضائيات إلى التعامل مع اعتصامات النهضة ورابعة بالقوة. عندما يتحفظ البرادعي على هذا يصبح الهجوم على البرادعي هجوما حدا وعلنيا. إذا نحن أمام سمة أشياء غير مفهومة. وبالتالي أقول أن لابد من إعادة ترتيب الأوراق قبل أن ندخل في نفق مظلم من الصعب الخروج منه. جميل. إعادة ترتيب الأوراق هي الحل في المرحلة الراهنة، ولكن يعني أستاذ محمود، الإدارة أو الحكومة المصرية الحالية والمؤسسة صاحبة القرار في مصر حاليا يعني يبدو أنها تتعامل على معطيات دولية ويعني لا تلقي بالا لما يدور على الساحة الداخلية في مصر يعني. وأكبر دليل على ذلك أنه حينما أعلن وزير الخارجية الأمريكي موقف الإدارة الأمريكية من 30 يونيو على أنه ثورة شعبية، وبعدها بأيام جاء تفويض مجلس الوزراء ومساعي الحكومة والمؤسسة الحاكمة إلى فض هذا الاعتصام في إطار الدستور والقانون، حتى أنهم ذكروا أنه يعني لا مانع من استخدام القوة. وجاء بعد ذلك موقف الاتحاد الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط ويليام برينز عندما قال أنه إذا استعملت الحكومة المصرية العنف مع المتظاهرين الموجودين في الشارع فإن عليها أن تقدم للمجتمع الدولي ما برر لها ذلك. يعني بعدها قالت وزارة الداخلية وقالت الحكومة أنها لن تفض هذا الاعتصام ولكنها فقط ستحاصره. يعني هذا يدل أنهم يتعاملون على معطيات من الدول الخارجية وعلى مواقف خارجية، ناكرين ما يدور في الشارع المصري، ولا يوجد هناك تواصل بين القوى السياسية الموجودة في الشارع والحكومة. حتى الحديث عن حصار الاعتصام وليس مجرد فضه، الداخلية أعلنت أنها لن تقوم بهذا. نحن أمام حالة تخبط وعدم وضوح رؤية. يعني هذه الإشكالية بالتحديد الذي أردت أن أبرزها دكتور محمود. لماذا أعتمد على مواقف خارجية ولا أسعى إلى تقريب وجهات النظر من الداخل؟ الأمر الوحيد الذي أقدره وأسمنه وأدعو إليه هو النظر إلى المبادرات الداخلية. لابد أن نتعامل معا كمصريين ونقول مهما احتدمنا ومهما دخلنا في صراع سوف نعود في النهاية إلى طاولة المفاوضات. والتجارب المحيطة بنا الجميع يعلمها. اللبنانيون اعتركوا لمدة 15 عاما وكان القتل على الهوية. العراق الآن محتدمة، سوريا محتدمة، الصومال مقسمة، مصر غير مهيئة لهذا التقسيم. والعديد من المبادرات المقدمة، مبادرة الدكتور سليم العوام، مبادرة الدكتور المستشار أحمد مكي، المبادرات المقدمة من قبل قوى إسلامية، حتى مبادرة الدكتور سيد البدوي الأخيرة. لابد أن نتعامل كمصريين وبعدالة وبروح من التسامح، وأن نقول أنه مهما اختلفنا، حتى لو نشبت حرب أهلية غدا،
لو احتدمت الصراع بين المعتصمين وبين قوة أخرى، تنظيم البلطجية أو الشرطة أو ما إلى ذلك، سوف ينتهي هذا الصراع أيا طال وقته. وبالتالي لابد من أن أنا أسأل: أين العقلاء؟ أين الحكماء؟ اللجنة التي دعا إليها رئيس الدولة المؤقت، لجنة الحكماء ولجنة المصالحة، من هم؟ أين هي؟ من هم أعضائها؟ هذه اللجنة متى تعمل؟ هذه اللجنة هل سوف تعمل بتعليمات مباشرة أو بدعوة مباشرة من رئيس الدولة المؤقت، أم أن هؤلاء هذه اللجنة منتظرة لقرار آخر، منتظرة لدفع من الفريق السيسي مثلا؟ الجيش كما تعلم أعلن انسحابه من العديد من الميادين. من الحديث عن الملف الاقتصادي، هذا بحكم تخصص الدكتور حامد يعني حدثته على هذه النقطة بالتحديد، ولكن كنا نتحدث عن موقف الجيش من قرارات الحكومة فض الاعتصام والتعامل مع الاعتصامات في إطار القانون والدستور. الجيش كما ذكرت سحب مدرعاته وسحب قواته من الشارع المصري، وأيضا يبدو أن هناك اعتراض لدى المؤسسة العسكرية عن كيفية تعاطي الحكومة الحالية، وهي حكومة مدنية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والبعض قال أنها حكومة حزبية يعني تمثل بالتحديد جبهة الإنقاذ. البعض قال أنه هذا موقفا صريحا ومتعمدا من قبل المؤسسة العسكرية، يعني تحاول فيه أن تبرز أنها ليست في جانب الحكومة المدنية على حساب حكومة الإخوان، أو على العكس يعني تثبت أنها في موقف حيادي. هذا من وجهة نظرك يعني هل هذا يدل على الرأي القائل بأنهم يعني يتركون فرصة أيضا للمدنيين حتى يفشلون في إدارة الأمور كما فشل الإخوان من قبلهم؟ دعنا نقول أن البعض ظل متحفظا على اتهام الجيش بأنه الطرف الثالث لفترة طويلة، والبعض قال أن وقعة الجمل تمت عندما أخلت مدرعات الجيش كوبري قصر النيل وسمحت لراكبي الجياد والجمال بالدخول إلى الساحة. نعم. ثم تولت الاتهامات فيما بعد ذلك، وكان البعض يقول هذا وهو خائف، والبعض يقول هذا بشكل موارب. الكل يسأل عن من هو الطرف الثالث، من الذي يقتل، ولا يريد أحد أن يقول بشكل مباشر، لا يريد أحد أن يعلق الجرس في رقبة الأسد. تمام. الجميع كانوا يخشون من هذا. نعم. وبالتالي الجيش هذه المؤسسة الضخمة والكبيرة والوطنية والحاكمة، وكما يقول البعض أن هذه المؤسسة ظلت هي رمانة الميزان وهي الحامي الرئيسي للدولة وهي المؤسسة الأكثر قوة والأكثر انضباطا. هذه المؤسسة طالها بعض الملاحظات وفقدت بعض الهيبة نتيجة اتهام البعض لها بأنها طرف فيما يجري من معادلات. المجلس العسكري ظل يحكم 18 شهرا. نعم. فقدنا فيه 20 مليار دولار. البعض تحدث عن تدخلات غير صحيحة. الجيش الآن بخروجه أو هذا الخروج المفاجئ من الساحة من مسبيرو ومن بعض المناطق، وكأنه محاولة لغسل اليد مما يجري من أوضاع. نعم. أنا أرى أن تصحيح الأخطاء أو تصحيح الأوضاع أمر محمود وأمر مطلوب. ما تم أمام الحرس الجمهوري كان خطأ كبيرا، تصحيحه أمر واجب. جميل. يعني أستاذ محمود، يعني نتحدث عن أخيرا، يعني لقد أدركنا الوقت. يعني هناك خبر يقول أن وفد إخواني يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرينز، يعني وفي هذا اللقاء يعني بعد يعني انتهائه في تفاصيله جاء أنهم لم يتحدثوا عن شرعية الرئيس أو عن عودة الرئيس، هذا يعني على جماعة الإخوان، وأنهم قابلون بما حدث في 30 من يونيو. هذا يعني يقول ربما أنهم يعني هناك بادرة للتفاوض مع الجماعة ويعني سير العملية السياسية من جديد والمراكب ستسير من جديد. ويقول أيضا أن ربما الدستور هو المعركة القادمة للقوى السياسية فيما بينهم. كيف ترى ذلك؟ إجمالا أرى أن ما يجري في الساحة الآن من اعتصامات، وهي اعتصامات منهكة ومكلفة وفقد فيها الكثير من المال والدماء، هذه الاعتصامات وكما قلت من قبل يجب أن تنتهي. يجب العودة مرة أخرى إلى السكنات، يجب العودة مرة أخرى إلى المواقع الأولية، وأن يراهن الجميع على صندوق الانتخابات، على الإسلاميون أن يقدموا مثلا في التسامح. نعم. ومثلا
في الديمقراطيه، عليهم هم ان يقدموا هذا المثل. هم يبحثون عن هذا المثل ويبحثون عن الديمقراطيه وعن التسامح من قبل الاخرين. اقول لهم لو كان الامر بيدي لو طلب مني البعض او ان اضع سيناريو لقلت قوموا فض هذا الاعتصام بلا اعلان، فجاه ينسحب الجميع بلا اعلان وبلا شروط الى منازلهم. دعوا المفاجاه ودعوا الاخرين هم الذين يقولون لماذا ذهب هؤلاء؟ لماذا انسحب هؤلاء؟ ولا تصبح المسألة دعوة لهؤلاء لكي ينفضوا أو ينسحبوا. أنا لا أعلم حقيقة ماذا تم في لقاء بيرنز مع ممثلي جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أقول أن عودة مرسي تبدو شبه مستحيلة حتى في ظل المبادرات. هي مستحيلة الآن لأنه أصبح مدان بحكم القانون. هو حتى هذه اللحظة متهم بأنه قام بالتخابر مع حماس عندما كان معتقلا، لكن الحديث عن رئيس دولة يقوم بالحوار مع مؤسسات أخرى ومع ممثلي دول أخرى على أن هذا اتهاما، هذا الكلام غير دقيق. أقول هذه التهمة لمرسي تهمة تبدو هزلية وغير صحيحة. ودعني أقول في الختام أن الحوار والعودة إلى صناديق الانتخاب وانتظار ما سوف تسفر عنه لجنة تعديل الدستور ثم الإعلان عن انتخابات نيابية، أقول للإسلاميين أنتم قادرون على النجاح في الانتخابات القادمة والإتيان بحكومة ذات أغلبية إسلامية لا يجب أن تكون يعني منطلقة وشاملة كافة الطيف المصري الإسلاميين وغير الإسلاميين. دعونا نقول يجب أن يكون رئيس الدولة ممثل لتيار سياسي ورئيس الوزراء ممثل لتيار آخر ورئيس مجلس النواب ممثل لتيار ثالث. هذه الثلاثية هي الوحيدة القادرة على إنقاذ مصر مما نحن فيه. فكرة الاستحواذ أضعفت الإسلاميين ودعت الجميع للتكتل ضدهم. لابد من الاستفادة من هذه التجربة، لابد من الخروج من هذا المأزق. أن الضربة لا تقتلني تقويني. على الإسلاميين أن يعلموا أنهم لم يموتوا وأن هذه الجراح التي أسخنوا بها قد تكون دافعا لهم من أجل التقدم.